اول مره من 5 سنين شم النسيم ما يجيش في رمضان، وده اللي كان منسي معظمنا الاكله الرسميه اللي تضربها من هنا تحتاج تعمل على طول الاسعافات الاوليه، يعني الفسيخ والرنجه والسي فود والتغميسه واللغوصه والعيش المحمص وتحبس بكوبايه الشاي بالنعناع. هو انا يعني عشان عيد ميلادي يوم 27 وقريب جدا من شم النسيم فبدل ما تجيب لي التورته تروح جايب لي فسيخ ورنجه ومشكل سي فود؟ وهي دي العادات والتقاليد المصريه واللي غالبا كانت بتحتاج منك تجهيزات خاصه واعلان حاله الطوارئ في البيت لكل اللي ما بيحبوش الريحه اللي بتبقى فضيحه. لكن لما توصل بينا الايام انها تتقدم لك بالشكل ده يبقى محتاجين وقفه وشرح للقصه. فاكلمكم عن اللي قدامي ولا عن اللي قدمها لي؟ اريحكم واريح نفسي ونبدا الاول بالتحف الفنيه اللي قدامي. ستوب يا ابني، عملت لايك وصليت على الحبيب ودعيت لامي والامواتنا بالرحمه ولا نسيت؟ بسم الله. كل واحده من دول بتتباع على انها سيرفيس جاهز للتقديم مباشره والاستمتاع. ونبدا الاول بالسيرفيس الاساسي، سيرفيس شم النسيم، عباره عن صنفين فسيخ والرنجه، والسيرفيس ده ب 700 جنيه لحد وقت تصوير الحلقه. والله السيرفيس لوحده شكله حكايه. وهي عباره عن صنفين ومن اسمه باين رايحين على فين. طبق مش محتاج منك غير تفتحه وتشمه عشان تطمن قلبك، ورغيف تقطع منه اللقمه عشان تستكشف وبعدها تبدا تلغوص انت وحبايبك. اما عن السيرفيس الثاني فهو سيرفيس ميكس رنجه، عباره عن 4 اصناف: رنجه رانش ورنجه بالبطاطس ورنجه متسبكه ورنجه كريمي. والطبق ده عامل 560 جنيه، وده سيرفيس انا بعتبره انه مخصص اكتر للناس اللي مش بتحب الرنجه ساده بطعمها القوي واللاذع، فهتلاقي عندك بدل الطعم 4. وبالمناسبه رنجه رانش هي مش بالرانش صوص، لكن هي خلطه سريه خاصه بيهم تشبه للرانش صوص. واما عن الرنجه بالبطاطس والمتسبكه فمن اسمهم وشكلهم باينين. والاخيره كريمي رنجه، وهي حاجه تقدر تعمل منها سندوتشات لانها سبريد لكن طعمها تسد وتهد. اما عن السيرفيس الثالث والاخير فهو سي فود، عباره عن 4 اصناف: سيمون فيميه وكافيار بطارخ وصوابع كابوريا وسي فود مشكل. والسيرفيس ده ثمنه 420 جنيه لحد وقت تصوير الحلقه، وده انا بسميه سيرفيس الواجب العالي مع الشخص الغني. اكتر حاجه حبيتها في الموضوع انك مش مضطر انك تقفل على نفسك في البيت عشان تاكلها، بالعكس انت ممكن تاكلها في خروجه او على كافيه او في عربيتك او في الحديقه وانتم متجمعين مع الاحباب، لانها مش ناقصها اي شيء. تنظيف متنظف والجوده عاليه، توازن الملح والليمون والخلطات عالي العال. يعني هي كلها مش ناقصها غير اللقمه واللمه والشاي والقهوه، وكل الكلام ده لاهل اسكندريه والقاهره لان هي من فروع سراي ماركت. ولو بترتيب الاقدميه فسراي ماركت من الاماكن العتيقه عن كل اللي حوالينا، واللي ابتدى قصته من سنه 1947 في شارع الاقبال لوران، وبعدها الكفر عبده، وبعدها لميامي والسبا باشا والسموحه والزيزيني، ونورونا القاهره في التجمع الخامس ومصر الجديده. وبالمناسبه قريب جدا في فروع كمان بتتفتح ليهم وربنا يوسع ويبارك اللهم امين. وبالمناسبه سراي ماركت معاك من اول الجبنه لحد الاجهزه الكهربائيه، عروض بصفه مستمره بتخدم بيها كل اسكندريه والقاهره، وبتقدر تعرفها اول باول من خلال صفحتهم او حتى من خلال الابلكيشن الخاص بيهم اللي تقدر تحمله وتستكشف العروض وتطلب اللي تحبه ويجي لك على طول. وبالمناسبه تقدر تشتري منهم اللي محتاجه وتقسطها برده مع فاليو. لو هنتكلم جد خليني اقول لك ان انا بقالي سنين جدا منقطع عن الاسماك اللي من النوعيه دي لعدم وجود اي مكان بيقدمها بالشكل اللي يرضي الناس اللي مش محبين الاكلات دي، خصوصا ان الحاجات دي بنسبه 95% معتمده على الضمير مش على جوده الشيء اللي انت شايفه بشكله النهائي. وبرغم ان انا قدامي تقريبا 10 اصناف من انواع اسماك الرنجه والفسيخ والسي فود، الا ان لحد دلوقتي احنا مش شامين الريحه اللي تخلينا فعلا عايزين نسيب البيت ونمشي، بل بالعكس الريحه والطعم مخلينا ان احنا عايزين نلغوص اكتر. وهي دي قصه حلويات عيد ميلاد كل سنه وانا معاكم وعلى قلبكم خفيف اللهم امين. وفي الختام ايها الساده الكرام بندعي لامي والامواتنا بالرحمه ونصلي على الحبيب لاجل قلبي وقلبكم يطيب، ومساء الرنجه على الجميع.